ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي اشتريتها من شي ان شهر 12. هسيب لكم طبعا كود الخصم وكل حاجه تحت الفيديو، وكل الحاجات اللي انا اشتريتها هسيبها لكم برده في لينكات تحت الفيديو، لو دخلتوا عليها على طول هيظهر لكم. طبعا لو استخدمتوا كود الخصم بتاعي هيخصم لكم 15% من القطعه اللي انتوا هتاخدوها. بصوا بقى، دي الصوت الحلوه دي جبتها برده من شي ان. هي بنطلون كده، بس انا عاجبني قوي ان البنطلون بصوا واسع قوي قوي، عامل زي الجيبه يعني. وعليه هو قماشته، عارفين اللي هي فيها تضليعه كده. بصوا عامله ازاي، بجد لذيذه قوي. انا بحب القماشه دي جدا في الشتاء لان هي بتنفع قوي قوي وبتدفي قوي. بصوا بقى الاوتفيت القمر ده، شايفينه؟ طبعا انتوا مش شايفين انا عشان لابسه كعب. بس ايه رايكم بقى؟ بصوا الجيبه مش من شي ان، هو ده بس اللي من شي ان. الجاكيت بصوا عامل ازاي، بصوا اصلا الستايل اللي فيه من ورا ده جميل قوي للمناسبه، مثلا بالليل او حاجه. هيبقى حلوه قوي 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 ولذيذ قوي. مثلا ايه، مش قرايبنا يعني، حد مش قريبنا، حد مثلا من صحابنا عامل مناسبه بسيطه، خطوبه، حاجه ينفع نحضر بيه يعني. انا شايفه ان هو لذيذ قوي. يا ماما. سليم صحي، سليم صحي ومقموص وزعلان عشان انا في البلكونه وهو لا. صح يا لومي؟ صح صح. على سلمه هنا على الناس وقول لهم بصوا انا مخبوط في عينيا ازاي. بصوا شايفين الخبطه؟ خبط في عينه. معلش معلش، خلاص معلش. اللي هما هيقولوا لك الف سلامه دلوقتي وتخف. طبعا سليم اصلا تعبان بقاله فتره، ورحت بيه الطوارئ كمان في المستشفى يعني. لا حالته كانت صعبة قوي، بس الحمد لله يعني بدأ يتحسن الحمد لله. هو بقى عينه بقى اللي مخبوط فيها دي ان شاء الله تخف بإذن الله. صح يا لومة؟ صح يا سلومة؟ ايه سلومة دي؟ انا اقول لك سلومة؟ انا مش بقول لك سلومة اصلا. تقولي صحي صحي ليه؟ طبعا بقى الجاكيت الجلد الاسود ده انا بشوف ان هو قطعه مميزه جدا واساسيه في الدولاب اي بنت وفي الشتاء، عشان هو بيليق على كل حاجه واي حاجه. انا كنت جايبه منه القط، بس المره اللي فاتت من شي ان برضو عندي اللي هو القط ده. جبت بقى المره دي بكم وقلت اكيد برضو هينفع، بما ان اجواء الشتاء حاليا عندنا مش مستقره خالص في مصر. مش عارفه انتوا في بلدكم اجواء الشتاء عامله ازاي، بس احنا الصبح كده هتلاقوا الدنيا شمس ولذيذه وصيف خالص، وبعد كده الدنيا فجاه بتقلب مره واحده مطر ورعد وبرق وحاجات رهيبه كده. هيقولوا لي ايه رايكم بقى فيه؟ هو ما فيهوش اي تفاصيل كتير، هو بس سوسته كده واللي هم الجيبين دول، بس ما فيهوش اي تفاصيل كتيره. الجاكيت القط هو اللي كان فيه تفاصيل كتيره يعني المره اللي فاتت. ايه رايكم بقى؟ ويلا بينا بقى عشان نشوف اللي بعده. طبعا انا بصور لكم في البلكونه، فكل شويه بقى افتح البلكونه وادخل البس الطقم التاني وبعد كده ارجع اصور هنا وهكذا. يلا بينا. ده بقى اللي جميل قوي بجد وشيك قوي قوي قوي. بصوا هو طويل، طويل خالص وفرو كده من على القمام ومن هنا. بجد جميل وشيك قوي. وبرده القطيفه اللي انا بحبها المضلعه دي، بصوا شايفين؟ بجد لذيذ قوي وبيدفي. عايزه اقول لكم خرجت مره بالليل بيه وكان الجو ساقعه تلج وما كنتش حاسه بحاجه يعني، بجد ما كنتش حاسه بحاجه. كنت حاسه ان انا في البيت عادي تحت البطانيه عادي. بصوا عامل ازاي، بصوا الفرق، بصوا من الظهر. لا شيك قوي. وفي هنا زي اللي هي بيقولوا عليها كبشه كده. اوه ماي جاد، دي الكبشه اتقطعت، يا خساره. ابقى اركبها بقى مش مشكله، وقعت. هنا الكبشه دي يعني بيركب كده بحيث ان هو يكون مقفول. ده بقى كاجوال عادي. بصوا لونه حلو برضو. انا اصلا بحب الالوان دي جدا عشان بحس ان هي بتليق عليا يعني. اللبني، الازرق، الحاجات الالوان دي او الدرجات من الالوان دي بحس اكتر الوان انها بتليق عليا، حتى عن البينك وعن الاسود وعن الكحلي كمان. الكحلي بيليق عليا جدا. انتوا قولوا لي برضو ايه اكتر لون انت بتحسي ان هو بيليق عليكي؟ قولي لي برضو في الكومنتات تحت. ايه رايكم بقى فيه؟ جميل صح؟ حلو قوي، شيك. بصوا
لذيذ قوي، بس هو خفيف مش تقيل، يعني ما ينفعش للشتاء شتاء قوي، يعني هو عايز زي وقت زي ده كده، عايز مثلا اوقات اللي هي الخريف، اللي اوقات ما بين الصيف والشتاء والحاجات دي، هو ده الوقت اللي ينفع انك انت تلبسي فيه ده. لكن هو صوف بس مش تقيل خالص، خفيف قوي. حاسه ان الكادر اتغير شويه بس عشان هم صحيوا فقلنا نفطر الاول وبعد كده ارجع اكمل تصوير تاني. بصوا الفستان القمر ده انا مسمياه فستان سندريلا، لان هو فعلا بيفكرني او بيحسسني بالسندريلا يعني. بصوا انا حركه الكتاف من فوق دي انا بصراحه مش بفضلها في اغلب لبسي، عشان حاجه معينه، انا بحس ان انا عريضه من فوق، فدي بتعرضني اكتر، بحس كده. مش عارفه انا احساسي صح اصلا ولا غلط، بس انتوا بيقولوا لي. بس ها ايه رايكم؟ حلو. بصوا كمان من هنا شكله عامل ازاي. القماشه اللي هنا ده الصوف، ده صوف، ومن هنا كمان من الكمام صوف، تمام. ودي بقى اللي هي القطيفه المضلعه اللي قلت لكم عليها. اغلب الحاجات اللي جايباها من شي ان المره دي في شهر 12 كلها تقريبا حاجات مضلعه اغلبها يعني. انا عايزه اقول لكم ان لما بتبقي عريضه مش شرط انك انت رفيعه او تخينه، ملهاش اي علاقه خالص بالتخن والرفع، هي بتبقى طبيعه او شكل جسم مش اكتر. خلوني بقى اوريكم كمان. بصوا في حاجه جبتها كده بصوا شكله ده برضو، بس لسه بقى مش عارفه هلبسه على ايه بصراحه، فعشان كده مش عارفه اعمله لسه ستايل. بصوا لونه حلو قوي وكله شباشيب كده. بس لسه مش عارفه احط يعني البسه على الوان ايه، مش عايزه البسه على اسود، عايزه البسه على حاجه تانية. قولوا لي ايه رايكم فيه. بصوا عامل ازاي، لسه بقى هحدد له طقم كده عشان البسه عليه. خلوني بقى اوريكم حاجات للبيت جبتها من شي ان. بصوا بقى المفرش ده جبته من شي ان برضو. المفرش ده بيتفرش على الكنب، على السرير، بيدي شكل حلو كده. انا بصراحه جايباه عشان احطه على الكنب، وعشان واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون ده ايه كده اتغطى بيه، عشان انا اصلا من الكائنات اللي بتبرد جدا يعني. بصوا برضو جبت ده، اللون ده منه، اللون ده حلو قوي. وده بصراحه اللون ده كان اختيار مامتي، لان انا ماما بتقعد تختار معايا الحاجات، لان هي اصلا الستايلست بتاعتي، دايما كده بتختار لي لبسي وحاجتي. فبصوا برضه اختارت لي اللون ده، يعني انا لو لوحدي مش هختاره، بس هي اختارته لي، ولما وصل بصراحه عجبني قوي قوي قوي. وادخلوا شوفوا اللينكات اللي تحت، هتلاقوا نفس الحاجات اللي انا بوريها لكم، هتلاقوا نفس الصور بتاعتها بالظبط. دي احلى حاجه في شي ان نفس الصور نفس الحاجه اللي بتوصل لك. بصوا حرب الشوك والمعالق. بصوا جبت ايه من شي ان. جبت المعالق دي، شايفين؟ بصوا الايد بتاعتها اللي دلوقتي اللي طالع موضه اصلا، اللي هي لونها اسود، ايديها لونها اسود. لقيت بقى ده الجديد منها ان لونها اخضر كده زي ما انتم شايفين. بصوا حلو ازاي. برضو في منه المعالق الصغيره دي اهي، معالق الشاي. وفي بقى اللي هي المغارف الكبيره دي، بس هي ايديها عادي، ايديها كلها جلد. بصوا بجد شيك وحلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا طلعتهم اصلا خلاص من العلبه بتاعتهم، وبدات استخدمهم وحطاهم، يعني اول ما نقلت بقى في بيتي الجديد بقيت جددت شويه حاجات كده في المطبخ برضو من شي ان، وجبت الحاجات دي. قولوا لي رايكم فيها. وعايزه اقول او انصح كل البنات اللي بتجهز ان هي تجيب حاجتها من شي ان، لان بجد حاجتهم حلوه جدا جدا، حاجه البيت تحفه. والاول مره اشتري من شي ان كفر للموبايل بتاعي وساعه سمارت، اول مره خالص. عمري ما جربت اشتري من عندهم قبل كده اي جهاز ولا اي كفر للموبايل بتاعي، وبجد الكفر وهمي، بجد حلو قوي قوي قوي، وبيحافظ على الموبايل جدا، ويعني شكله اصلا شيك قوي، عجبني. وكمان الساعه السمارت دي جربتها وبجد جميله جدا، وبتقعد وقت طويل قوي، يعني بتشحن وبتقعد ايام يعني قبل ما تشحنيها تاني. وبرده اعتقد على حسب الاستخدام، لان انا مش بستخدمها كتير قوي، بس دايما لما ببقى عايزه اتصل بحد مثلا بسرعه على الموبايل مثلا في الشنطه او كده، بروح متصله بيه من هنا، وعايزه ارد على حد برد عليه برده على طول. حلوه قوي قوي قوي. بصوا شكلها. فما تنسوش بقى لو عايزين تشتروا الساعه السمارت او الكفر الموبايل او اي حاجه من الحاجات اللي وريتها لكم، وكمان في حاجات تانية كتير قوي قوي قوي، بس عشان مده الفيديو ما تبقاش طويله قوي هسيبها لكم كلها تحت في الديسكريبشن. افتحوا كل اللينكات وشوفوا كل حاجه، وان شاء الله الحاجه تعجبكم فعلا وعلى ضمانتي. وكمان كود الخصم بتاعي بيخصم لكم 15% من اي حاجه انتوا عايزين تشتروها. وبس كده، يلا سلام.